السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نعمل معاكم وصفة حلا آيس كريم على شكل البطيخ. طعمه لذيذ وشكله رائع، وإن شاء الله يا رب يعجبكم ويعجب أولادكم. والمكونات متوفرة تقريبا في كل بيت، وإذا ما توفرت نبحث عن البديل لها، بديل الحليب. وإذا ما توفر نضيف فنجان ماء، ظرف دريم ويب، وكوب من كريمة فيكتوريا، وألوان الطعام، ونكهة الفانيليا، وإذا حابة أي نكهة أخرى ضيفيها. نضع فنجان الماء مع ظرف الدريم ويب ونخفقه بالخفاق، نخفقه قليلا، ثم نضع ملعقة فانيليا وكوب كريمة فيكتوريا، وتكون الكريمة باردة من الثلاجة، هي والماء تكون باردة جدا، ونخفقهم جميعا حتى تنفش وتكثف معانا. ثم نقسمها إلى 3 أقسام، كبير ووسط وصغير. الحجم الأصغر نضعه اللون الأخضر، ثم نبقي قليلا لون أبيض، والكمية الأكبر نضعها باللون الوردي. وممكن تكون ألوان سائلة أو جافة حسب رغبتك أو المتوفر عندك. ونزود من كمية الألوان حتى يطلع لنا اللون المرغوب، وهي رشات صغيرة ما نكثر منها. نضيف لها ملعقة من كريمة الكراميل حتى تعطيها طعم رائع ولذيذ قريب من نفس الآيس كريم اللي لنا. ونضيف لها أيضا ملعقة صغيرة من حبيبات الهيرشي الشوكولا، ونحركهم. ونجيب علبة بلاستيك كبيرة ونغلفها بالنايلون حتى تغطي الجوانب، ونضع اللون الأخضر بها أولا ونفرده جيدا، ثم نضعها بالبراد حتى تجمد، ونحضر اللون الأبيض أيضا ونضعه عليها ونفرده، ونضعه بالثلاجة أيضا تجمد. الثلاجة نقصد بها الفريزر. ثم اللون الأحمر في الأخير نضعه بالفريزر نصف ساعة لكل طبقة حتى تجمد، ونضع الأخرى عليها ونفرده، ونضع عليه مجموعة قليلة من الحبيبات نوزعها، ونضعها بالفريزر قليلا حتى تجمد الطبقة الأخيرة. ثم نخرجه ونغطيه بأطراف النايلون، ويعاد مرة أخرى للفريزر حتى اليوم الآخر. ثم يخرج من الفريزر ويشال عنه النايلون، ثم يخرج من علبة البلاستيك ويوضع في صحن التقديم، ويقطع إلى مثلثات صغيرة. وطبعا راح يتقسم على كذا يوم، وممكن تؤكل بالملعقة أو نغرس بأطرافها أعواد الآيس كريم، وتقدم وبألف عافية.